بالنسبة لهذه القضية. هل نكن عداوة للشعب المغربي؟ أبدا. ويخطئ من يسيء الظن بنا. قيل أن الشعب المغربي ساعدنا البارح وإحنا قلال الخير. احنا دفعنا الثمن من أجل تحرير الشعب المغربي. احنا دفعنا الثمن. ما زالوا في هذا القاع ناس أحياء. كيف تخلوا عنا؟ ليس الشعب المغربي الذي تخلى عنا أثناء حرب التحرير، عندما تعاهدنا بأننا سنخوضها حربا شعوى حتى نطرد الاستعمار. فماذا وقع؟ وقع اتفاقيات مع الاستعمار الفرنسي، وقعد الشعب الجزائري وحده في الساحة يقاتل بكل استماتة. لقد أدى اختطاف الفرنسيين لهؤلاء القادة إلى عواقب وخيمة على العلاقات مع فرنسا، لكن المغرب بقي يدعم الثورة الجزائرية وكان ملجأ هؤلاء القادة، كما أنه قاتل مع صفوف التونسيين للمساعدة على تسريع استقلال الجزائر. كيف تخلوا عنا؟ ولكن محمد الخامس كانت فكرته واضحة: لا يمكن أن أتفاوض مع الفرنسيين على أرض أصحابها هم أشقائي ويحملون السلاح ضد فرنسا، وبالتالي يمكن أن يتصور البعض أن المغرب يطعن الثورة الجزائرية من الخلف، وهذا شيء رفضه محمد الخامس. كيف تخلوا عنا؟ في 18 من أكتوبر تشرين الأول من عام 1956 بعث السيد لالويت القائم بأعمال فرنسا بالرباط بمذكرة إلى السيد ألان سفاري كاتب الدولة لشؤون المغرب وتونس، جاء فيها: منذ عودته من المنفى فإن كل تنقل للسلطان عبر المغرب لا يثير الجماهير فقط، بل تأخذ تحركاته دلالات خاصة، ونسجل من خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة وجدة الحدودية أنه أثار مسألة الجزائر، فلم يخف تعاطفه معها واستقباله للمتمردين الجزائريين. كيف تخلوا عنا؟ أعتقد أن العلاقات لم توضع موضعها الصحيح، وجرفت مما جرفت كل السلبيات والصعوبات التي قامت أثناء حرب الجزائر. ما في شك أن الجزائر كانت مدعومة من طرف الشعب التونسي والمغربي ومن الحكومة التونسية والمغربية. كيف تخلوا عنا؟ المغاربة والتونسيين رغم علاقتهم الطيبة مع الفرنسيين عندما استقلوا وبقيت الجزائر تحارب، صار لهم تأنيب ضمير. عوضوا عن تأنيب الضمير هذا اللي عندهم، دعموا الثورة الجزائرية واتخذوا واستجابوا لضغط جبهة التحرير والثورة الجزائرية، فجاءت قرارات متمرطنجة ثورية، وهذا هو الذي يفسره الفرنسيون. كيف تخلوا عنا؟ وقدموا يعني عرضوا على الملك من بعد طبعا أحابيل الأخيرة، عرضوا عليه الاستقلال التام. فالملك كان طالع بأن فيه اتفاقات قبل ما يأتي، وطلب يشوفني في مدريد. كان سافر لمدريد على أن يتفاوض مع الأسبان من أجل رجوع منطقة الريف للمراكش. نعم. وطلب في ذلك تفتكر التاريخ؟ والله في تلك الفترة يعني احنا ولدت في اكتوبر 55 ورجع بعدها محمد الخامس يعني شهرين بعدين كان في الرباط يعني. نعم. نعم، شهرين بعدين كان في الرباط. في اكتوبر، ربما في نوفمبر شفته انا في اسبانيا، ربما نعم. في نوفمبر شفته في اسبانيا. والحقيقه هو طالع، هو قال لي: احمد انا طالع الاتفاق نتاعكم، لكن نعمل ايه؟ هم قدموا لي الاستقلال، نرفض الاستقلال
ليه ما ناخذش الاستقلال ويستصبح مراكش العمق استراتيجي لكم، ونتعهد معكم بأن نكون معكم في السرة وفي الضرة وسرد لي حتى بعض النقط، ممكن ندي لكم هذا ونعطي هذا ونشوف. أنا كيف كانت عندي لائحة تاع 20 نقطة 20 بعد اللي سمعت منه هذا حتى اللائحة ما قدمتهالوش، يعني لأنه هو قدم لي ضعف نتاع الطلبات نتاعنا، واتفقنا بأنه يقبل الاستقلال وتصبح مراكش في العمق الاستراتيجي نتاعنا، وهكذا كان وفى بكل الشروط اللي اتفقنا عليها.